كان يسأل من الجيل القديم اللي هو جيلنا احنا: شو حلمك؟ شو بدك تصير بالمستقبل؟ الصف يكون فيه 30 طالب، 25 واحد يطلع من دكاترة و5 يطلع مهندسين. حاليا عم يفوت مع الصف الأستاذ يسألهم: شو بدك تصير يا ابني؟ يكون الصف فيه 70 طالب، 20 واحد يطلع منهم مهربين، و20 واحد يطلع مقاتلين بشي فصيل، و20 واحد يطلع بدهم يسافروا على أوروبا وأمريكا وما بدهم يضلهم بالبلد، وال10 اللي ضلهم ما عندهم حلم، ما عندهم هدف خالص، ما لهم علاقة باللياقة. الفرق بين الاثنين، بين جيلنا والجيل الحالي، انه جيلنا حلمه له علاقة بإعمار البلد، اما الجيل الحالي حلمه عكسنا تماما، ما له علاقة بإعمار البلد ابدا. وبالنظر لهاي النقطة بس ممكن انه يصير عندك فكرة: يا ترى فعلا المستقبل اللي جاي هو مستقبل إعمار البلد، إعادة إعمارها، ولا راح يكون مرحلة جديدة من مراحل هدم البلد؟ بس في شغلة مضحكة بالموضوع، انه جيلنا اللي كان حلمه انه يعمر البلد هو فعليا اللي هدمها، سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة، سواء بقصد او غير قصد، حسن نية سوء نية، فعليا هو اللي هدمها شئنا ام ابينا. فانا اقول انه خلينا متفائلين، يمكن هذا الجيل يطلع هو جيل البناء الحقيقي.